السلام عليكم. النهارده يا امارات هنعمل مع بعض السردين المملح. معانا هنا نص كيلو من السردين زي ما انت شايفه كده، سردين صغير. انا جبته غسلته وحطيته في المصفى لحد ما صفى ميته تماما. وبعد كده هجيب شويه من الملح، تقدري تقولي معلقتين كبار من الملح. معايا هنا ملح ناعم، لو انت عندك ملح خشن يكون افضل واحسن كمان. وهيضيف عليهم شوية من الشطة الناعمة. والشطة هنا دورها بتحافظ على السردين أثناء الفترة اللي احنا مخللينه فيها. وبعد كده بتجيب العبوة اللي انت هتخللي فيها السردين. بس قبل ما نحط السردين هنجيب كيس من بتاع التلاجة ونحطه في قلبها كده زي ما انت شايفة قدامك كده. وبعدين أبدأ في عملية التخليل بقى. هنخلله ازاي؟ هنضيف شوية من الملح في الأرضية كده، وبعدين أحط شوية من السردين، وارجع أحط طبقة تاني من الملح، وبعدها طبقة من السردين، وهكذا لحد ما أخلص الكمية اللي موجودة قدامي. ونيجي بقى عند الطبقة الأخيرة، بنمسك الكيس كده ونهزه، اخبطيه كده عشان خاطر السردين يبقى متساوي معاكي وما يبقاش في حتت مثلا مفرغة او واخده هوا او كده. ونيجي بقى في اخر حاجة بقى كده هنغطيه بشوية من الملح، ولا هنضيف زيت ولا ليمون ولا اي حاجة، لان السردينة معانا اساسا صغيرة فمش هتاخد وقت في التمليح. فاحنا لو حطينا عليها الليمون فهتبقى دايبة خالص، فاحنا هنكتفي بالملح والشطة بس. وبعد ما حطينا الطبقة كده بتاعة الملح كده اللي على الوش، هنربط بقى الكيس ونقفل العبوة اللي احنا مخللين فيها، ونعينها بقى في دولاب المطبخ او في البوتاجاز كده في الفرن بتاعه لو انت مش هتشغليه، او تسيبيها قدامك على ترابيزة المطبخ. بس في حالة لو انت هتسيبيها قدامك على ترابيزة المطبخ لبسيها كيس اسمر واربطي عليه تمام كده. ودلوقتي هنسيبها كده لمدة 3 ايام. ودلوقتي بعد مرور 3 ايام السردين زي ما انتوا شايفين كده نزل المية بتاعته اهوت كده اتخلل معانا. هنفتحه مع بعض كده ونشوفه. وخلي بالكم يا امارات، دايما وانتوا بتحدقوا السردين في الصيف ما تسيبوهوش اكتر من 3 ايام. لو سبتيه اكتر من 3 ايام هتبص تلاقيه اتهرى معاكي، لان هو اساسا صغير وكمان لحمه طري، فبالتالي لو اتساب اكتر من 3 ايام الملح هيدوبه خالص. لكن هو على 3 ايام ما شاء الله هيعجبك جدا. اهو شايفه فتحناه، شايفه شكله عامل ازاي وريحته حلوه جدا، شايفه جميل. هنطلع منه شويه برضو كده مع بعض ونشوفهم. وبصي كمان بقى كده لما نفتح السردينه مع بعض، حاجه كده عباره عن زبده سايحه ما شاء الله. شايفه لحمها احمر كده وجميله ازاي، وايه زبده سايحه جميله جدا. والحدق بتاعها كمان طالع معانا مظبوط جدا، عشان ما تحدقش معاكي. الحبه اللي هيتبقوا منك تسيبيها في التلاجة، لما تعينيها في التلاجة بتفضل ثابته على الحدوقيه اللي انت خليتيها عليها، ما بتزيدش كده في التمليح. لو سبتي البطرمان بحاله كده هو في التلاجة بميته كده ما بيحدقش زياده ولا اي حاجه. طالما حطيتيه في التلاجة، التلاجة بتثبت الحدق بتاعه، ما بتخلوش يزيد عن الوضع اللي انت حطاه عليه. تمام. شايفين فصوص حمرا كده وجميله خالص ازاي. بصراحه زبده وريحتها جميله جدا، تخليكي عايزه تاكلي كده السردين حاف، مش عايزه تغمسيه. والطبق بقى اللي انت عايزه تاكليه كده وعايزه توضبيه، بترشي عليه شويه من الليمون، يعني تعصري عليه ليمونه كده وتديله رشه من الزيت. ويا ريت تسيبيه كده منقوع شويه كده ربع ساعه نص ساعه قبل الاكل. بصراحه هتاكلي شويه سردين تمام.
واتمنى ان يكون الفيديو بتاع النهارده عجبكم، واللي ما حطش اللايك لحد دلوقتي ما ينساش يحط اللايك، واللي عجبه الفيديو واول مره يشوفنا اتمنى انه ينورنا، واشوفكم الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.